ثلاثية عمر السومة في شباك الغرافة. خلونا نشوف ثلاثية وهاتريك عمر السومة في مباراة اليوم سوية. ولكن قبل ما نشوف هاتريك عمر السومة ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف الهدف الأول وعينك على تحرك السومة، عينك على تحرك السومة شلون نسلم للمدافعين وترك مترين بينه وبين المدافعين، هيئها وسددها في شباك نادي الغرافة بهدف عمر السومة الأول. وكان هذا الهدف أعتبره لا يستطيع أي حارس في مرمى العالم أنه يتصدى لركلة عمر السومة هاي. ونروح للهدف الثاني واللي كان عن طريق ركلة جزاء صنعها أيضا عمر السومة وسددها مخالفا لجهة الحارس. أما الهدف الثالث فكان متابعة لعمر السومة بعد أن أعطاه زميله الكرة وأسكنها في شباك نادي الغرافة لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل لا شيء، ثلاثية عمر السومة مع العربي القطري وصفر للغرافة. وفي هذا الحال وبعد خسارة الدحيل من السد، العربي تزداد حظوظه بخطف لقب الدوري وتتأهل مسألة من يخطف لقب الدوري القطري إلى الجولة الأخيرة القادمة. هل سيأخذها العربي أم سيأخذها الدحيل؟ بإذن الله سنرى بالجولة القادمة. هذا كان فيديو اليوم، ولا تنسى تردد هاي المقولة: عليش تخاف وعندك عمر السومة. وبس والله هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك، اعطوني رأيكم باللون الجديد. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.